حمو بيكا من وقت ما بطل يتصور جنب عربيات النقل اللي محملة رمل وزلط وبقى يتصور مع الأودي والبورشة والدهب والطيارات والمجتمع مستلمه، من أول نقابة المهن الموسيقية اللي شايفة إنه مش واجهة محترمة لمصر لغاية الناس العادية اللي شايفة إنه ما يستحقش الحياة اللي هو عايشها دلوقتي. بيحكي حمو وبيقول إن الناس مستكترة عليه القرشين اللي ربنا رزقه بيهم، حق تعب أهله في تربيته والحياة الصعبة اللي كانوا عايشينها. بيحاولوا بكل الطرق يبعدوه عن الصورة بالتريقة على شكله والتقليل من الأغاني اللي بيقدمها. وقال كمان إن الناس اللي بيحاولوا يبعدوه عن المجال دول ناس مبسوطة وشبعانة وعملت في حياتها مبالغ خرافية، وقال إنه لو اتمنع من الغنى مش هيقدر يعيش تاني لأنه تعب من كتر ما بيعافر وبيحاول علشان يحافظ على المكانة اللي وصل لها. بس الفكرة إن الناس اللي حكمت عليه دي نسيت حاجة مهمة قوي، نسيت إن حمو راجل بسيط طالع من منطقة شعبية من عيلة على باب الله، كان عايش هو وأهله في أوضة وصالة، لا عارفين يناموا ولا يعيشوا ولا ياكلوا. يعني أقل حاجة تتقال إن ده كرم ربنا بعد سنين ما كانوش حتى لاقيين فيها حق اللقمة، ده غير إنه معترف إنه مجرد مؤدي بياكل عيش. فالموضوع بسيط، عجبك المحتوى اللي بيقدمه اسمعه، مش عجبك تجاهله. ليه محللها لنفسك ومحرمها على غيرك مع إنك ممكن تبقى عملت حاجات كتير جدا ملهاش أي معنى وإنت لسه فنان صغير، فمش عشان معاك سلطة يعني يبقى تقطع أرزاق الناس. لكن دي ما كانتش البداية. حمو من أول ما جه الدنيا وهو نفسه عزيزة وعلى نياته، لدرجة إنه هو في أولى ابتدائي عض مدرسة علشان زعقت له، ولما رفدته من المدرسة قالك بلاها دراسة، وقرر ساعتها يبدأ يشتغل علشان يساعد أهله في المصاريف. وفعلا اشتغل في حاجات كتيرة جدا، من نجار مسلح لمبيض محارة الجزار، لغاية ما قرر يعتمد على نفسه ويفتح مشروع خاص بيه. فأما حوش مبلغ صغير كده من شغله القديم وراح اشترى بيه توك توك. لكن حمو دايما كان عنده إحساس إنه هيبقى شخص مهم وناجح، وإنه مش هيبقى مجرد سواق توك توك وخلاص. ده اللي خلاه كان بيدق أبواب كتير وبيدخل تجارب مختلفة علشان يطور من نفسه ويبقى شخص أحسن. في الوقت ده صحاب حمو كانوا بيغنوا شعبي على الضيق كده، ساعتها أقنعوا والده إنه يروح يجرب ويغني معاهم، وفعلا سجل بيكا مهرجان وراح الجيش. وأول لما بيرجع لقى نفسه نجم بيتسمع في كل مكان، لغاية ما بقى بيتسمع في الدول العربية كمان. وبعد كل النجاح اللي وصل له لسه لغاية النهاردة أكتر حاجة بتفرحه إنه يلاقي حد عايز يتصور معاه، وأكتر حاجة بتضايقه الناس اللي بتهاجمه من غير ما تعرف أصله الطيب. لكن برضه ما يقدرش ينكر إن في ناس معينة كده ليها فضل كبير قوي في كل حاجة هو وصل لها. يعني مثلا بيحكي بيكا وبيقول إن في يوم جات له مكالمة من شخص ما يعرفوش، بعت له لوكيشن وقال له أنا مستنيك في المكان الفلاني الساعة كذا. ولما راح اتفاجئ بيكا بناس بيدوله مبلغ 300,000 جنيه، وقالوا له احنا عارفين انك داخل على جواز، ودي مساعدة بسيطة تقدر تبدأ بيها حياتك. ولأن التجارة مع ربنا حلوة أهم مبدأ عند بيكا، معرفش يبقى نسخة من الناس اللي صعبوها عليه. عشان كده هنلاقيه مشغل معاه جيش كبير جدا من الشباب، كلهم يتامى وغلابة على باب الله، وفي ناس هو بيصرف عليها وعلى أهلها من غير مقابل، ده غير بقى المرتبات اللي بيدفعها للناس اللي شغالة معاه. فمن الآخر سواء انت متفق أو مختلف مع المحتوى اللي بيقدمه حمو بيكا في أغانيه، لكن ده ما يمنعش إن قلبه زي البفتة البيضة وشخصية أغلب من الغلب. لكن الحاجة الأكيدة والأهم من كل ده إن بيكا أداة ربنا مسخرها عشان تفتح بيوت ناس كتير.